بتبدأ الحكاية في مقر سري للجيش، وكانوا بيصنعوا في المقر ده أجهزة وأسلحة وروبوتات شغالة بالذكاء الاصطناعي. وأثناء ما كانوا بيقدموا عرض تجريبي للروبوتات بيحصل حاجة غريبة وبيفقدوا السيطرة عليهم، والروبوتات وقتها بتبدأ تدمر أي حاجة تشوفها. فالعلماء اللي في غرفة التحكم كانوا مستغربين جدا ومش فاهمين إيه اللي بيحصل. وساعتها بقى بيظهر راجل متركب في جسمه أسلاك ومعدن، وبنكتشف إن الراجل ده هو اللي بيتحكم في كل الروبوتات. وبعد اللي حصل ده قادة الجيش عملوا اجتماع في وزارة الدفاع في موسكو، وكانوا بيتكلموا عن برنامج سري اسمه بترويد. والبرنامج ده كان شغال من سنين، ومن خلاله كان بيتعمل تجارب على الناس والحيوانات، وبيغيروا في الجينات الوراثية بتاعتهم. وكانوا بيقولوا إن العالم أغسطس باراجوف اتجنن بعد ما أول اختراعاته فشلت، والاختراع كان عبارة إنه يخلي أي شخص قادر على السيطرة على أي جهاز. وفشله ده خلى الجيش يبطل يمول اختراعاته. فأغسطس بقى هوسه زاد، وكان بيغير من زميله العالم ديفندرافوف عشان تجاربه كلها كانت بتنجح. فأغسطس من ساعتها بدأ إنه يعمل تجاربه لوحده على مسؤوليته الشخصية. ولما بعدها الجيش عرف قرروا يقبضوا عليه، بس أغسطس مسكتش وحول المختبر بتاعه لقنبلة موقوتة، وكل اللي راحوا وحاولوا يمسكوه ماتوا موتة بشعة. وبسبب التجارب والمواد الكيماوية اللي طلعت من الانفجار أغسطس اتحول لإنسان خارق. ومش بس كده، ده عرف يحقق حلمه وبقى بيتحكم في أي جهاز أو أي آلة شغالة بالذكاء الاصطناعي. والقادة في الاجتماع ملقوش حل عشان يوقفوا أغسطس غير إنهم يجمعوا الخارقين اللي اتعملوا في المختبر قبل كده. وفي نفس الوقت ده بنشوف إن أغسطس اقتحم مستودع جيش وسرق منه عربيات ودبابات وكل أسلحة الجيش اللي موجودة. وعلى الجانب الآخر دي الجنرال لارينا، ودي المسؤولة على الفريق اللي هيدور على الخارقين عشان تجمعهم بسرعة ويحاولوا يوقفوا أغسطس، وسمت الفريق بتاعها فريق الحراس. وفي اليوم اللي بعده بدأت رحلة التدوير، ووصلوا لأول واحد وكان اسمه لير، ولقوه في أرمينيا. ولير ده كان بيقدر يتحكم في الأرض وما بيكونش عايز يرجع يشتغل مع الجيش تاني. بس لارينا بتقوله لو اشتغل معاهم هيقدر ساعتها ينتقم من أغسطس، عشان أغسطس هو اللي عمل فيه كده وكان بيعذبه أثناء التجارب. فلير وافق وقرر يروح معاهم. وبعدها الفريق بيروحوا صحراء كازاخستان وبيلاقوا خان هناك، وده كان سرعته خارقة جدا وبيقدر يحارب ويدمر أي حاجة بالسيفين بتوعه. ولير ساعتها قدر يقنعه إنه يروح معاهم. وبعدها اتحركوا على سيبيريا ولقوا هناك الخارق أرسوس، وده كان متحول لنص دب ونص إنسان، وكان بيملك قوة بدنية عالية جدا. واخيرا اتحركوا على موسكو ولقوا هناك سينيا، وكانت شغاله في سيرك، وده لان كان عندها قدره خارقه وبتقدر تختفي تحت الميه. وسينيا ما كانتش موافقه وكانت بتقاومهم في الاول، بس لير جه وقدر انه يقنعها. وبعدها لما وصلوا مقر الجيش بنعرف ان كل الخارقين مش بيكبروا في السن، وان ذاكره سينيا ضايعه من ايام التجربه. وبعدها بيجي لهم الجنرال دولجوف وبيقول لهم ان هم لقوا اغسطس والاجهزه اللي سارقها بالجي بي اس. فالاربعه الخارقين على طول بيتحركوا وبيروحوا لمقر عمليات اغسطس، بس بيلاقوا هناك جنود مستنسخه كتير. بس لحسن الحظ الدنيا كانت بتشتي، فسينيا قدرت تختفي في المطر. وبعدها اول لما كلهم بيخشوا المقر اتصالهم بالجيش بيتقطع، واتفرقوا هم الاربعه عشان يوصلوا لاغسطس بسرعه. وسينيا ساعتها بتتكشف عشان الجنود كانوا لابسين نظارات حرارية. ومش بس كده، دول كمان ضربوها بغاز وجمدوها في مكانها. وخان بقى بيتصاب بحقنة فجأة وهو بيحارب الجنود. وأرسوس هو كمان بيتمسك باستخدام شبكة ذكية، وكانت الشبكة بتضيق كل ما اللي جواها بيتحرك. ولير هو الوحيد اللي وصل لأغسطس، بس أغسطس كان أقوى منه بكتير وقدر يضربه ويكسر ظهره، وبيسيبه بعدها يتعذب ويموت. وأغسطس بعدها راح للتلاتة الفاضلين وطلب منهم إنهم ينضموا للفريق بتاعه، بس كلهم ما كانوش موافقين على كلامه ورفضوا إنهم ينضموا ليه. فأغسطس بيحبسهم في حقل مغناطيسي وبياخد كل المستنسخين بتوعه وبيروح عشان يهجم على مدينة موسكو. والهجوم اللي عمله ده سبب خسائر كتيرة. وعلى الجانب الآخر الجنرال لارينا قلقت جدا لما الاتصال بالخارقين اتقطع، فبتاخد فريق من العمليات الخاصة وبتروح عشان تدور عليهم. ولما بتوصل لهناك بتلاقي لير وهو متكسر، فبتاخده معاها وبتنقذه، بس ما بتكونش عارفة فين باقي الخارقين.
وبنكتشف بعدها إن الجنرال جولدوف خان الجيش وبيشتغل مع أجوستوس في السر، وكان هو أصلا السبب إنه يبعت الخارقين لأجوستوس. وبعدها لما الجنرال جولدوف بيطالب أجوستوس باللي هو وعده بيه، أجوستوس خلاص ما بيكونش عايزه في حاجة وبيخلص عليه. وبعدها بنشوف لارينا وهي في المستشفى مع لير، ولير ما كانش مات ولا حاجة، بس إصابته كانت كبيرة جدا. ولما لير بيفوق بيقول للارينا إنه كان بيحلم ببنته اللي فضل معاها لحد ما ماتت عشان سنها كبر، وبيقول لها إن أوحش إحساس إن الواحد يدفن عياله. وبعدها بيغمى عليه تاني. وفجأة بنشوف العالم ديفندرافوف بيظهر وبيقول للارينا إنه شاف أجوستوس في الأخبار وعرفها إنه جاي يساعدهم. فلارينا بتحكي له عن حالة لير، وبتقول له كمان إنهم مش لاقيين باقي الفريق. فديفندرافوف قال لها إنه عارف مكان مختبر أجوستوس السري وبيعرفها المكان بالتحديد. فلارينا بتشكره وبتطلب منه إنه يساعد لير عشان يحاول يخف، فبيوافق إنه يعمل كده. وبعدها على طول لارينا بتتحرك وبتروح المختبر السري بتاع أجوستوس، وبتلاقي بالفعل الخارقين هناك وبتقدر تنقذهم، وكمان بتعرفهم إن هم اتمسكوا بسبب خيانة الجنرال للجيش، وده لأن أجوستوس كان عارف قبلها إن هم جايين وكان مجهز لهم كل حاجة. وكمان بتعرفهم إنهم لازم يكملوا المهمة بتاعتهم ويحاولوا يخلصوا على أجوستوس في أسرع وقت. وعلى الجانب الآخر بنشوف إن علاج ديفندرافوف نفع مع لير، وبعدها بيرجعوا كل الخارقين يتجمعوا في مقر الجيش. وهناك بقى بنلاقي أرسوس بيدور على ديفندرافوف عشان كان عايز يسأله هل من الممكن يفضل نص ضب طول عمره ولا ده عمره ما هيحصل. فلارينا بتفهمه إن ديفندرافوف بيدرس مستنسخين أجوستوس وإنه أكيد هيدور على علاج ليهم وهيقدر يساعدهم. وعلى الجانب الآخر ديفندرافوف بيكتشف إن في حاجة بتخوف أجوستوس، ولما بيمسك التليفون عشان يكلم لارينا ويعرفها، أجوستوس بيجيله في اللحظة دي وبيعاتب ديفندرافوف على خيانته للعلم، وبيمشي بعد ما بيطلق غاز في المعمل بيخلي ديفندرافوف يغمى عليه. وعلى الجانب الآخر في مقر الجيش بنشوف إن لارينا بتكلم الإدارة بتاعتها وبيعرفوها إن في صاروخ فضائي اسمه الهامر متجه دلوقتي ناحية الأرض، وبنكتشف إن الصاروخ ده قوي جدا ويقدر يدمر مدن. وكمان عرفوها إن أجوستوس دلوقتي هو اللي بيتحكم في الصاروخ، والمشكلة إن مفيش سلاح على وجه الأرض يقدر يوصل للصاروخ ده ويدمره. وبعدها وهم بيخططوا إزاي ينقذوا الكوكب بيقرروا يدمروا البرج اللي أجوستوس بنيه كأنتنة، والبرج ده كان في موسكو وكان بيقدر يزود قوته ويساعده على التحكم في الأشياء. فلارينا على طول بتبعت جنود وطيارات يدوية عشان يدمروا البرج ده من بعيد، بس أجوستوس بيكون عامل حسابه وحامي المكان كله بحقل مغناطيسي، وكمان كان حاطط روبوتات من اللي سرقها من الجيش على سطح المبنى اللي جنبه، وقدر بكل سهولة إنه يدمر الطيارات دي. وبعد كده بنشوف خان وكان بيكلم لارينا وبيقول لها انه بيكره قوته جدا، وبيعرفها انه كمان بيكره اجوستوس لان هو اللي اداله القوه دي وبسبب قوته قتل اخوه. فلارينا بتطمنه وبتقول له ان هم هينتصروا، وبتفهمه انهم خسروا معركه واحده وده مش معناه انهم خسروا الحرب كلها. وبعد كده بنشوف العلماء بتوع الجيش عملوا بدل خارقة لكل الخارقين وكمان صمموا أسلحة خاصة ليهم. وسلاح أرسوس كان بيشتغل أول لما بيتحول لدب، وبدلة خان كانت عبارة عن درع قوي جدا بتحميه من الهجمات الخارجية، وبدلة لير كانت بتساعده إنه يستخدم القوة المغناطيسية وكانت بتزود قوة التحكم عنده. أما بالنسبة لسيميا فبدلتها بتديها القدرة إنها تختفي وتظهر أي وقت، وكمان كانت بتخفي معاها أي حاجة بتمسكها. وبعد كده لارينا بتلاقي ديفندرافوف في معمل أجوستوس السري، وديفندرافوف بيكون لسه عايش وبيقول للارينا إن الحراس ممكن ينقلوا قوتهم لبعض ويقدروا يجمعوها لقوة واحدة محدش يقدر يقف قصادها، بس برضه حذرها وقال لها إنهم لو استخدموا الطريقة غلط هيموتوا كلهم. وعلى الجانب الآخر الحراس قدروا يوصلوا لمولد الكهرباء اللي أجوستوس بيستخدمه علشان يشحن الحقل المغناطيسي اللي حوالين برج الأنتنة، وسينيا بدأت الهجوم وحاولت تطفي المولد باستخدام إنها تسحب الطاقة بتاعته، بس بنشوف إن الموضوع كبير جدا عليها فأرسوس بيضطر يتدخل وبيحاول ينقذها. بس بعدها بنكتشف إن سينيا بالفعل قدرت تفصل المولد، وبكده برج أجوستوس بقى مكشوف ويقدروا دلوقتي يهجموا عليه. وبعدها الحراس بيوصلوا لسطح البرج وبيبدأوا يواجهوا أجوستوس، بس أجوستوس طبعا قوته بتكون عالية جدا وبيقدر إنه يهزم الأربعة بكل سهولة، فما بيعرفوش يعملوا إيه تاني وبيحاولوا يهربوا. ولما بيلاقوا طيارة معدية من جنبهم بيمسكوا في الحبل بتاعها عشان يهربوا منه، بس أجوستوس برضه ما بيسيبهمش وبيضرب على الحبل ده فبيقعوا كلهم في المية.
وبعد ما بيطلعوا تاني لارينا بتعرفهم إن الحل الوحيد دلوقتي عشان يغلبوا أجوستوس إنهم يجمعوا قوتهم كلهم مع بعض، بس برضه حذرتهم وقالت لهم لو حصل أي مشكلة للأسف ساعتها كلهم هيموتوا. فالحراس الأربعة ساعتها بيقرروا يخاطروا بحياتهم ويجمعوا فعلا قوتهم مع بعض، وبيقدروا بعد ثواني إنهم يعملوا كرة كهربائية عملاقة وبيضربوها بالفعل على البرج اللي فيه أجوستوس. ومن شدة القوة اللي حصلت على البرج أجوستوس ما كانش مستحملها، وأخيرا أجوستوس بيقع وبيموت، وبكده قدروا الحراس إنهم ينقذوا المدينة من شر أجوستوس. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.